ازيك يا حبيب اخوك؟ ما تيجي اقول لك ازاي نكسب ماتش الديربي؟ هتقول لي نكسب ماتش الديربي، هقول لك نكسب ماتش الديربي. ازاي نكسب ماتش الديربي زي ما انت سمعت بالظبط. مبدئيا انا عشان اكسب ماتش الديربي لازم اقرا السيناريو اللي الخصم هيعمله قصادي. طب ايه، حط نفسك مكان مدرب الاهلي، حط نفسك انت دلوقتي كوتش مدير فني مسؤول عن التيم بتاع الاهلي ده، وهتلاعب فرقه الزمالك. هعمل ايه؟ البديهي والطبيعي هعمل ايه؟ هلعب مان تو مان وهدخل اتنين على خوان بزيرة. هشوف فين مفتاح لعب الزمالك اللي هو خوان بزيرة وهقفله. طب هقفله ازاي؟ هلعب مان تو مان عليه، وهلعب عليه باتنين. يعني الباك الشمال اللي هيلعب على خوان بزيرة لازم يكون قوي دفاعيا، مش شرط يكون هجوميا حلو عشان انا عايز اقفل الجبهه دي. فقوي دفاعيا العب مان تو مان عليه، والعب بدفندرين واضم دفندر مع الباك الشمال يخشوا على خوان بزيرة في حاله الارتداد. كده انا قفلت الزمالك، قفلت مفتاح لعب الزمالك. فالمفروض انا كمدرب الزمالك بقى، انا المتوقع ان مدرب الاهلي اللي قصادي هينزل يعمل كده. انا المفروض اعمل ايه؟ استغل الجبهه الثانيه، الجبهه الثانيه اللي بالمناسبه ان هي اضعف جبهه في الاهلي، جبهه محمد هاني. اي مدير فني بيلاعب الاهلي عايز يضرب الاهلي بيستغل الجبهه دي انه يلعب عليها. فانا بالتالي المفروض انا عارف ان الاهلي هيلعب على اخوان بزيرة باثنين، هيقفل لي مفتاح لعب ده. فانا هعمل ايه؟ هستغل الحته دي واروح للجبهه الضعيف، انا استغلها انا بقى افضل استغلال. عشان استغلها افضل استغلال يبقى ما العبش شيكو بنزا في الملعب. لو لعبت شيكو بنزا انت بتريح الاهلي. شيكو بنزا ما بيعرفش يتحكم في الكوره، شيكو بنزا كورته معفنه، ما بيعرفش يتحكم في الكوره، الكوره في رجليه بتتكهرب، ما بيعرفش يقف على الكوره. لعيب عشوائي، لعيب انا ما اعرفش احنا جبناه ليه، وما اعرفش شفناه حلو فين، وما اعرفش مين اللي رشحه لنا. انا شايف ان الجبهه دي العب عليها احمد شريف او ادم كايد. ولو لعبت ادم كايد، لو لعبت في الجبهه دي ادم كايد، يبقى لازما اخلي ناصر ماهر يميل معاه، يعمل سويتش بينهم هما الاثنين في المساحات. شفت ماتش المصري؟ الجون الاول اللي جبناه في ماتش المصري او الاسماعيلي، لا المصري هو بالظبط ماتش المصري. الهدف الاول لينا في ماتش المصري هو ده اللي بتكلم عليه، هو ده الجمله اللي المفروض تتعمل. اول ما الكره انقطعت قام ناصر ماهر داخل على الوينج، قطع الكوره، وادم كايد كان في العمق مدي الادم وان ومتحرك. قام ادم، عشان ادم اصلا حتته دي، ادم في العمق جامد قوي. ادم لعيب كوره، ادم الكوره في رجله حلوه، بس في العمق يعرف يسلم ويستلم. فاول ما ناصر بصها لادم الوان واتحرك خد مكان، قام ادم لعب له التو في المساحه، ناصر عرضها جول. فهو ده بالظبط المفروض يحصل. لو انا هلاعب ادم كايد يبقى خلي ناصر ماهر مايل على الجبهه بتاعته. هو بلاي ميكر، بس مال على جبهه ناصر. هيستغلوا المساحات على محمد هاني، هياكلوا محمد هاني، هياكلوا الجبهه دي، هيبصوا هيموتوا الجبهه دي. فانا شايف احمد شريف ابعد عن شيكو بنزا. انا شايف احمد شريف او ادم كايد حل منهم. لو هتلعب ادم كايد هتخلي ناصر ماهر يميل معاه. لو مش هتلعب نفس الجم بتاع المصري، نفس الجمله بتاعت المصري، لو مش عايز تلعب ناصر ماهر يميل مع ادم كايد على الوينج، يبقى لعب احمد شريف. انا شايف التبديل بتاع احمد شريف على بتاع ادم كايد على الوينج يبقى احمد شريف، مش شيكو بنز طلعه من حساباتك بقى، افضل اديله فلوس لحد ما عقده يخلص او هو يهرب اي حاجه. انما احمد شريف انا شايفه نستغله وينج افضل من فيرود، عشان احنا عندنا فراوده كتير قوي. احمد شريف بيجري، احمد شريف بيعافر وبيجري وبيحاول مره واثنين وثلاثه، وفاهم اللي هو البدني بتاعه حلو قوي ما شاء الله. فانا شايف ان احمد شريف هيتعب محمد هاني، احمد شريف هياخد كل كره من محمد هاني، احمد شريف هيخش الالتحامات مع محمد هاني. ومع الميزه اللي عنده عداء الدباغ ان هو قال الضغط في نص الملعب او على المدافع او على الخصم، يعني عامه مش شرط في نص ملعب بس. انا شايف انه يطبق نفس الاسلوب بتاع انريكي قبل اخر ماتش لامبابي مع باريس سان جيرمان قدام برشلونه. شفت المحاضره كان انريكي قالها لامبابي، قال له مش عايز ولا كوبارسا ولا شتيجن يلعبوا كوره، اضغط عليهم. هو ده بالظبط اللي انا عايزه عداد الدباغ يعمله، يضغط على محمد الشناوي او شوبير، والسردباك اللي الاهلي هيطلع عليه بالكوره سواء ياسين مرعي او احمد رمضان بيكر، او لو هيطلع العيش، بس ما اعتقدش. هو لو واحد فيهم بيلعب هو بيطلع لا اما على احمد رمضان او على ياسين مرعي. قال الضغط عليهم الاثنين 100% هيتغلطهم، ومش لو مش هتغلطهم هيشلتوا الكوره، فاحنا اللي هناخد السكن. فانا شايف ان ده انسب اسلوب من خط الجمله المفروض يحصل. انما فكره ان انا هنزل معتمد على خوان بزيرة، لا، اصلا ممكن خوان بزيرة يلعب اوحش ماتش او مش يلعب اوحش ماتش، ما يلاقيش مخرج، لان ده المتوقع ان هم هينزل يقفلوها عليه، فالجبهه الثانيه هتكون مضروبه، فلازم استغلها افضل استغلال. طب تعالى بقى للخطه في حراسه المرمى. ما فيش شك محمد صبحي هو اللي ماشي، هو اللي بادئ الموسم حلو وبادئ بدايه حلوه. الجون الماتش اللي فات ما يسالش عليه خالص، الجون بعيد وصعب عليه، اصلا كان شايل لك واحده. فانا شايف حتى الكره اللي في العارضه برده ما يسالش عليها. فانا شايف ان محمد صبحي، يعني في ناس تطمن لعواد اكتر، بس انا ما بطمنش لحد فيهم عامه. بس اللي بادئ الموسم بدايه حلوه هو اللي يلعب، اللي هو محمد صبحي.
انت فاهم؟ خش على السردباكين. انا بالنسبه لي محمد اسماعيل ما يقعدش. انا بالنسبه لي محمد اسماعيل اداك اماره واداك ان انت معاك سردباك، ان انت جايب سردباك كواليتي عالمي، ان انت جايب سردباك بيطلع بالكوره، انت جايب سردباك بيضرب الخطوط، اي باص منه في العمق بيكسر كذا خط، انت جايب سردباك هادي على الكوره، ممكن ياخد اللاعبين سبعه ويروح ويكمل، اللونج بول حلوه، انت جايب سردباك متزن، جايب سردباك ما بيخسرش الكوره بسهوله، جايب سردباك لو انضغط عليه بيعرف يتصرف. برضه مش عايز ابالغ واقول لك عاقل ويكسب الالتحامات، لان ده كله برضه هيبان في الماتشات الكبيره، لان الماتشات اللي فاتت دي ما كانتش ماتشات على قد يعني فاهم، على اللي هو كلها الاسماعيلي والجونه واقعين. المصري هو اللي كان حلو، المصري هو المنافس حلو. بس انا شايف ان محمد اسماعيل يلعب ما يقعدش تاني، حتى لو انش رجع محمد اسماعيل ما يقعدش، تلعب جنبه بالسردباك. هتلعب بحسام عبد المجيد ما عنديش مشكله، هتقعده عشان مستوى وحش والله ما عندي مشكله، هتلعب الونش ما عنديش مشكله، هتلعب بصلاح مصدق ما عنديش مشكله، اي سيرد باك من التانيين يلعب محمد اسماعيل ما عنديش مشكله. وطبعا الباك الشمال محمود بنتاج، وخساره والف خساره لاحمد فتوح، عشان انا بحب فتوح قوي. انا فتوح ده كنت شايفه يا جدعان لعيب كوره والله العظيم، كنت شايف احمد فتوح هو خليفه علي معلول في قاره افريقيا. بس ما اعرفش الواد ضاع، الواد تحس انه اقول لك ايه، هو عنده كواليتي جبار بس ما عندوش دماغ، وما عادش عارف يوظف امكانياته، وعاد كل ما ينزل بيعمل غلطات وحاجه نيله يعني. فمحمود بنتايج الصفقه الاعظم، يعني من احسن الصفقات اللي الزمالك عملها على مدار النادي، يعني صفقه جامده قوي، صفقه اقسم بالله مليون دولار قليل قوي على محمود بنتايج. باك انت بتلاقيه في كل الماتشات، باك في الهجوم في ان هو يطلع يعمل الاوفر شغال، والسبرنتات من العمق حاجه جامده، وانه بيعرف يتسوق ذكي في الالتحامات شغال وسريع، والدفاع 100 100. فانا شايف محمود بنتايج يلعب. الجبهه الثانيه ما فيش غيره عمر جابر. انا كان نفسي نجرب الواد الكيني اللي جبناه في الماتش اللي فات بتاع الجونه، بس هو يانيك فرح خرجه بره القايمه، فطبيعي مش هيجازف بيه في ماتش زي ده وهو لسه صغير، فهو عمر جابر المفروض يلعب. خش على نص الملعب، دونجا ما فيش حل. دونجا انا من ساعه ما انتقلت دونجا وما شاء الله الواد جاي في فورمه جامده قوي، في ماتش المصري والاسماعيلي والجونه لحد ما طلع كان جامد قوي. دونجا كاسحه الغام كان حلو قوي. الباص بتاعه هو اللي عايز يتظبط. الباص بقى مره بتظبط ومره لا، بس الماتش ده لا غنى عن دونجا. ليه لا غنى عن دونجا؟ عشان الماتش ده ماتش تقيل، ماتش ديربي، هو اهم ماتش في الموسم، فانت محتاج ان انت تكون بتدافع زي ما بتهاجم، عكس الماتشات اللي فاتت مش بتهاجم اكتر ما بتدافع لا. فدونجا مهم قوي في نص ملعب الماتش ده. هتلعب بجنبه عبد الله السعيد المايسترو، العقل المفكر بتاعك، العقل المدبر اللي بيعرف يدور لك الكوره، بيعرف يتحكم لك في رتم الملعب. قدامهم هتلعب زي ما انا قلت الرهان بتاعي على مدار الموسم هو ناصر ماهر. الماتش اللي فات اللي تعادلنا معاه الجونه، ناصر ماهر كان اهم لاعب في الزمالك. الماتش اللي فات كان هو اللي عامل لك كل خطوره، كان كل باص هو اللي بيطلعه لك، كان كل هجمه هو اللي بيعملها لك، حتى الاسيست هو اللي عامله لك. فانت هتلعبه، والجبهه الثانيه هتلعب بنزا الواد بزيره، والجبهه الشمال بتاعت محمد هاني زي ما انا قلت. طبعا مش هتلعب شيكو بنزا، لازما ان انت تلعب ادم كايد. لو مش عايز تلعب ادم كايد هتلعب احمد شريف. طب لو هتلعب ادم كايد تخلي ناصر ماهر يفتح معاه في المساحات اللي هيكونوا بينهم هما الاثنين، يبدلوا مع بعض، عشان ادم كايد لو لعبته طول الوقت على الخط مش هتاخد منه افضل جوده. عارف انت الوينج الانسايدر اللي هو الوينج اللي بيخش في عمق الملعب، هو ده ادم كايد. احمد شريف لا، احمد شريف ممكن يمسك لك الخط عادي. وقدامهم بعدي الدباغ، وزي ما قلت لازم نضغط، وده الدباغ يضغط على السردباك اللي يطلع بالكره، ويضغط دايما على الحارس، خليه يغلط. لو ما غلطش هيطفش الكره، فانت هتاخد السكند بول. خلي بالك انت حالتك احلى من الاهلي، ممكن يكون خلاص الفرق اتساوى دلوقتي شويه، بس انت لسه معنويا اعلى من الاهلي. لازم ان انت تنزل ماتش ما تفرطش في اي نقطه. هم لو لعبوا على التعادل انت تلعب على المكسب، ما تفرطش في اي نقطه في الماتش ده، انت احلى منهم. لو دخل فيك جون، وده وارد في اي ماتش كبير، لو دخل فيك جون ايه يعني، انا لسه هرجع واعوض، مش اللي هو اخش فيها جون فتراجع بقى واسيب لهم الكوره وخلاص لا. الماتش ده اهم ماتش في الموسم. طب ايه المطلوب من لعيبتي في الماتش ده؟ انا مبدئيا عايز دونجا يلازق محمد علي بن رمضان، اما يسيبش يعني مهند لاشين لعب على محمد علي بن رمضان، والواد اللي في وسط اللي في غزل المحله في نص ملعب الاسمراني، كان اسمه توريه تقريبا، لعب ماتش على محمد علي بن رمضان. مهند لاشين نفس النظام في ماتش بيراميدز. انا عايز ده دونجا في ماتش الاهلي يلعب مان تو مان على محمد علي بن رمضان. مش بقول لك ان هو مان تو مان يطلعني بره اللعب لا، بس طول ما هو في نص دايرتك العب معاه مان تو مان، ما تخلوش يستلم الكوره. والنقطه الثانيه ان بن شرقي لازم برضو السردباك اللي هيلعب ناحيه عمر جابر لازم يميل سنه بسيطه، عشان بن شرقي هيموت عمر جابر.
لو بن شرقي اللي بدأ الماتش هيموت عمر جابر. بن شرقي فنياته اعلى بكتير قوي من عمر جابر، فانت بالتالي وسعت الملعب اللي هو بالسردباك الثاني هيضم مع عمر لو بن شرقي عدى، ودونجا نزل عشان محمود عبد الرحمن هو اللي هينزل لو حد نزل زاد في العمق، والسردباك الثاني مع الباك الثاني وماسك المان بتاعه. بس الماتش ده لازم اقفل على مفتاح لعب الاهلي. اهم مفتاح لعب الاهلي هو بن شرقي ومحمد علي بن رمضان. كده لو تريزيجيه هيلعب على الجبهه الثانيه بدل طاهر، العب يا عم بمحمود بنتاج مان تو مان على تريزيجيه، ما عنديش مشكله. يعني ما تخليش محمود بنتاج ان هو يزيد قوي في الهجمه عشان محمود تريزيجيه هيلعب في ظهره. يعني ان شاء الله باذن الله احنا نعمل ماتش كويس، نعمل ماتش حلو. انا متفائل، ما اعرفش ليه، انا اول ماتش اخش وانا متفائل على طول، كنت بخش وانا اخسر ومتشائم والدنيا دي. بس سبحان الله انا داخل ماتش والله العظيم متفائل. انا حلمت ان انا كسبنا 5-2، ما اعرفش ازاي انا حلمت ان انا كسبت 5-2. بس انا ان شاء الله متوقع باذن الله 3-0 للزمالك بالحاله اللي احنا فيها دي ان شاء الله كده. لو خسرنا انا هنط من الاستاد اموت. السلام عليكم.